صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد وجولة جديدة من جمصة السياحية، جمصة مصيف جمصة. النهاردة جولتنا في جمصة. رحنا بقى نتجول في جمصة، نشوف اخبار جمصة، ايه شوارعها، شواطئها، سوقها، ناسها، دنيتها، تذاكرها، كل حاجة هنشوفها النهاردة في جمصة. وسعر الإيجار طبعا اليومي دلوقتي الآن، احنا دلوقتي 9/6/2024، وفي العيد الأضحى إن شاء الله عليكم بخير كده، كل عام وحضراتكم بألف خير. وكمان مش عايزة أنسى إن أنا أقول لكم إن أنا جبت لكم أرقام التليفونات وسعر الإيجار اليومي في الفندق القوات المسلحة بجمصة. العنوان بتاع جمصة فين؟ عشان الناس اللي بتشوفنا بس من بره مصر أو من داخل مصر ومش عارفة جمصة فين. هي مكان سياحي، مصيف جمصة السياحي تبع محافظة الدقهلية، تمام؟ على نفس الصف كده بتاع مصيف بلطيم وبتاع قرية مارينا دلتا السياحية وقرية فارما بيتش. هي على نفس الصف، يعني هي بعد مصيف بلطيم وبعد مارينا دلتا وفارما بيتش، واحنا جايين من اسكندرية، تمام؟ ده اللي حابب يجي، يعني انا بقول لكم عشان خاطر انا من اسكندريه، فعشان كده بقول لكم يعني واحنا جايين من اسكندريه. لكن طبعا المحافظات التانية اللي هم المنصوره والدقهليه اكيد مش بيجوا من نفس المكان اللي انا باجي منه. المهم دخلنا من البوابة، التذكرة بتاعتها ب5 جنيه للملاكي. سعر التذكرة بيبقى على العربية مش على الأفراد. العربية الملاكي ب5 جنيه، وأنا سبت لكم سكرينة في أول الفيديو بأسعار جميع العربيات، خدوها سكرينة كده عندكم. وبقى اللي داخل بأي عربية بقى، اللي معاه ملاكي، اللي معاه عربية بالصندوق، اللي معاه التناية اللي هو الميكروباص الصغنن ده، لو في حد فيكم ما يعرفش يعني ايه تناية يعني. فكل حاجة لها سعرها في أول الفيديو. المهم دخلنا بقى كده، اتمشينا شوية كده في الشوارع. الجولة دي جولة صباحية وجولة مسائية، يعني الجولة دي في النهار وبالليل، تمام؟ فاحنا ماشيين كده بقى، دخلنا طبعا اشهر شارع موجود هنا، شارع هدير. الاجواء بقى بما ان انا بقى رحت بنفسي بقى وصورت على ارض الواقع، الاجواء هاديه هاديه جدا. هنشوف دلوقتي على الشاطئ، بعرف انا الناس كتير ولا مش كتير، بان احنا بنروح على الشاطئ وبنشوف كميه الناس اللي على الشاطئ، ومن خلال اللي احنا بنشوفه بنعرفه ان الاجواء يعني ياما او شويه. فطبعا الاجواء شويه جدا. احنا دلوقتي داخلين على عيد، فطبيعي جدا الناس ملهيه في العيد، وده عيد اضحى يعني. في ناس كتير كتير بيذبحهم، وخصوصا الارياف يعني، فبيبقوا ملهيين في الذبيحه وكل يعني ايه، في المهم فالاهم. المهم دلوقتي ان هم يجهزوا للعيد، وبعد كده بعد ما يعدوا العيد يجهزوا بقى، يشوفوا المصيف بتاعهم بقى وكده. في العيد هتلاقوا الاجواء جامده جدا جدا في جمصه هنا. هتلاقوا ناس كتير جدا في جمصة وفي اي مصيف بقى. يعني في اسكندرية عندنا بنبقوش عارفين، ما بنطلعوش من الشقق بمعنى اصح، او لو انا طلعت يعني فببقى طالعة عشان خاطر اصور، مش اكتر من كده. بيبقى فيه ناس كتير جدا جدا، وفي كل المصايف، في مارينا، في فارما بيتش، في مصيف بلطيم، في راس البر طبعا. ناس كتير جدا جدا. واحنا ماشيين بقى كده زي ما انتم شايفين كده، اللي انا هشوفه ده مش اول مره اشوفه. على فكره انا شايفاه مره قبل كده، كنت داخله جمصه من شهرين بالليل. كنا في المنصوره وراجعين، ودخلنا جمصه نتمشى بس كده، ما صورتش. وشفت اللي انتوا شايفينه ده، يعني اللي انا بشوفه ده البقره اللي انتوا اللي هي معديه دي، بسم الله ما شاء الله، معديه تتمخطر وواثقه من نفسها جدا، ولا في دماغها حاجه، ولا في دماغها عربيات رايحه ولا عربيات جايه، والله معديه بثقه يا جماعه والله. احنا كبشر واحنا معديين بنبقى خايفين من العربيات، بس احنا عشان فينا مخ طبعا. هي معدية بثقة جامدة جدا. مشينا شوية لقينا البقرة التانية بتاكل في الزبالة، تمام زي ما انتوا شايفين كده. انا ثبتها لكم اهيت. انا مش عارفة يعني الناس اصحاب البقر دول ازاي انتوا طالقينهم كده؟ ده مصيف، فاهمين يعني ايه مصيف؟ يعني ما ينفعش ان حاجة زي دي تنطلق وبتبقى ماشية تعمل اكيد بتعمل بيبي يعني في وقت ما بتتزنق بتعمل بيبي، اوكي. هي هتستنى نفسها تخش الحمام يعني. فالمهم المنظر بصراحه ما كانش لطيف خالص، وزي ما قلت لكم ان مش اول مره اشوف منظر زي ده. انا كنت في جمصه من شهرين، عدينا بس من غير تصوير، وشفت الظاهره اللي انتوا شفتوها ديت. وكمان في ناس هناك في جمصه عايشين في جمصه اكدوا، قالوا ده كتير بقى من دول، طول ما انتوا ماشيين كده ممكن تلاقوا بقى. وناس تانية قالوا هم على العيد ان شاء الله كل ده هيندبح. فالله اعلم بقى، يعني ممكن يكون هم دول مثلا بربوهم، بيضحوا بيهم مثلا.
بس منتشرين كتير يعني يا جماعه، ده مش اتنين بس يعني، في ناس اكدت على فكره ان بيبقوا طول ما احنا ماشيين كده بنلاقوا حاجات زي دي ماشيين كده ومستأنسين جدا، لا خايفين ولا حاجه. ده معناه ان هم متعودين على الشارع وعلى العربيات، وزي ما انتم شايفين كمعديه من قدام العربيه، مفيش ثقه اكتر من كده، مفيش ثبات اكتر من كده. نقوله بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لأصحابهم. ربنا يبارك يا رب. وإن شاء الله الظاهرة دي تنتهي، يعني يبارك لهم، بس إيه على جنب يعني، إيه ما يطلقهمش في الشوارع كده وسط الناس، لأن ممكن حاجة منهم فعلا ممكن تعمل يعني حركة قدام عربية، تكسر إزاز عربية، تتخض من كلاكس ولا أي حاجة، فيحصل حادثة والله بسببهم. المهم فضلنا ماشيين كده، احنا دلوقتي رايحين بقى للشاطئ نشوفوا اجواء الشاطئ ايه، وده اهم حاجة طبعا، اهم جزئية في الفيديو، اللي هو الفيديو كله مهم. مش مش تسمعوا على الشاطئ وتطلعوا، الفيديو كله كلام مهم جدا، مفيش حاجة غير وانا جبت لكم سعرها في الفيديو هنا. رحنا الشاطئ، الميزة اللي بتعجبني في شواطئ جمصة ان احنا بنلاقوا مكان نركنه فيه، يعني نركنه ونطلعه. في مصيف بلطيم مفيش المكان ده، يعني مفيش الاماكن اللي هي مخصصه، الجراج ده اللي هو مخصص للعربيات ما بيبقاش موجود في مصيف بلطيم، بنركنه في اي شارع كده وخلاص. هنا انا على الكورنيش الساعه 6 المغرب. الكورنيش بطبيعي بيبقى في المصايف بيبقى هادي شويه، الاجواء بتاعته هاديه في النهار غير بالليل. بالليل كورنيش جمصة بالليل ده حاجه تانية خالص يعني، لان انا مشيت عليه بالليل برضو اجواءه حيويه جدا جدا بقى، وايس كريم طول ما انتوا ماشيين، وذره مشوي طول ما انتوا ماشيين، وملاهي، الاجواء حيه جدا. بس انا طبعا ما قدرتش ان انا صورت لكم جوله بالليل برضو هنا في الفيديو، بس ما قدرتش ان انا بقى اروح على الكورنيش تاني، لان بجد كنت ارهقت جدا جدا، والجو حر يا جماعه، وبصراحه ما يقدر على القدره غير ربنا. انا بقول لكم اللي فيه، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. مشينا بقى ورحنا للبحر بقى، وكان مروحه ما يعلم بها الا ربنا. تمام، مشيت على المشايه، الدنيا زي الفل. طبعا المشايه مش واصله للنهايه، المشايه اللي هم عاملينها ديت عايزه اقول لكم من خلال هذا الفيديو، مصيف بلطيم عدتكم ليه بقى. مصيف بلطيم عاملين لنا مشايه من الانترلوك الجميله الحلوه، لكن انتوا عاملين مشايه بالخرسانه. لا، المصيف كده عداكم في حته المشايات. تمام، المصيف فيه روح مصايف عن جمصة بجد، لان انا رحت هنا ورحت هنا. بس طبعا زي ما انتم عارفين كل ناس ولهم مصيف اللي بيحبوه وبيرتاحوا له يعني، وربنا يسعدكم جميعا. رحنا بقى الشاطئ، الميه زي ما انتم شايفين ميه الدلتا، خلينا متفقين ان ميه الدلتا كلها بصفه عامه كلها غامقه. في حتى في مصيف بلطيم غامقه، في مارينا دلتا غامقه، هنا في جمصة غامقه. برضو هي غامقه الحقيقه، وممكن خاطر احنا برضو داخلين على المغرب فالاضاءه بقى، فاهميني؟ بس هي غامقه، خلينا متفقين ان هي غامقه. لو وصلت لغايه هنا من الفيديو وما حطيتلناش اللايك، حطوا لنا اللايك، وان شاء الله ان شاء الله لو عرفت اروح اصور لكم تاني بالليل في جمصة ادعوا لي بس. ان شاء الله هروح اصور، لان انا اليومين دول وقع على رجلي، تمام، فرجلي بعافيه بقى، ادعوا لي ربنا يشفيني كده. فضلنا بقى ماشيين كده بقى هنا بقى على الشاطئ. سألنا لكم على سعر الكرسي والشمسية، الكرسي ب20 جنيه والشمسية ب40 جنيه. معانا بقى اليوم كله من 7 صباحا ل7 مساء، ودي مواعيد الشاطئ. تمام، لو حابين مثلا، لو انتوا مثلا قاعدين على الشاطئ من الساعة 7 الصبح وعايزين تمشوا مثلا، تمشوا تروحوا مثلا الشقة اللي انتم مأجرينها، ممكن تقولوا للراجل اللي ماسك الكراسي، تقولوا له احنا هنروح بس نتغدى مثلا ونرجع تاني. الكراسي يعني ما تدفعوش تاني، يعني معنى صح يعني، يشوفوه هيقول لكم ايه. في مصيف بلطيم فيه كده. هنا انا ما سالتش على الحته دي، انا سالت لكم على الكرسي والشمسيه بكام، لكن انا بقول لكم يعني قولوا لي، خاطر انا نسيت اساله يعني، ان انتوا لو سبتوا الكرسي ومشيتوا ترجعوا تاني تقعدوا عليه من غير فلوس، ولا خلاص على كده. المهم بقى انتوا الشاطئ هنا زي ما قلت لكم برضه السنه اللي فاتت، ان شاطئ جمصة فيه راحه نفسيه حقيقي، يعني الراحه النفسيه دي انا حسيتها السنه اللي فاتت وحسيتها السنه دي. بحب امشي كده على شاطئ جمصة بجد، جميل، مشي جميل جدا عليه يعني، في راحه نفسيه، واكيد كلكم في كتير منكم هيبقى متفق معايا على الحته دي. بس بقى وانا ماشيه لقيت حاجه غريبه قوي على الشاطئ، شفت منها كتير قوي وانا ماشيه على الشاطئ. هتيجي دلوقتي، هتيجي وهوريها لكم بقى، هتلاقيها جايه، بس لو على ما تيجي يعني
اللي لسه برضو محطش اللايك يا ريت تدعموا الفيديو باللايك، شجعوني ان انا اروح اصور تاني. الناس اهو يا جماعه بقى القنديل اهوت، شايفين؟ انا شفت بقى من ده بقى كتير وانا ماشيه بقى. يعني الناس اللي جربت القرصه بتاعت القنديل بيقولوا القرصه بتاعته صعبه جدا، فربنا يحفظنا جميعا بقى. شفت من ده كتير وصورت منه برضو كتير، بس انا طبعا بقيت امسح في المونتاج لان الفيديو كان وقته طويل جدا، كان داخل على 30 دقيقه، بس انا ظبطته لغايه لما خليته 20 دقيقه بالعافيه يعني. بعد ما خلصنا جولتنا على البحر تمام، رحنا بقى لشاطئ فندق، رحنا لفندق القوات المسلحه علشان نعرفه لكم السعر الايجار ايه، ونجيب لكم اهم من سعر الايجار اللي هو رقم التليفون، لان الايجار بيختلف من وقت للاخر يعني تمام. فانتوا قبل ما تروحوا، ان رايحين دلوقتي، رايحين في العيد، رايحين معانا الصيف كله ان شاء الله، اتصلوا بيهم لان سعر الايجار بيختلف من شهر للتاني ومن اسبوع للتاني. دلوقتي الايجار في ارخص حالاته اللي هو قبل العيد، ده التليفون بتاعهم، واللي قبل كده كان سعر الايجار اليومين دول. وده منظر المباني بتاعه فندق القوات المسلحه، هو مش نظام فندق بقى زي ما انتوا متخيلين كده في اذهانكم، لا هو مباني كده جنب بعضها ومتحوط عليهم بسور من بره وكده فندق القوات المسلحه. طبعا هنا المباني شكلها نظيفه والمكان نظيف جدا، ما فيش اي حاجه، فهو في نظام الفنادق بتبقى نظيفه صراحه، عن يعني مهتمين بقى. فندق بقى قوات مسلحه بقى يا جماعه، فيه اهتمام زايد شويتين 3 تمام. رحنا للحمامات على الشاطئ، كان في حمام موجود، رحت علشان اشوف الحمام عامل ازاي، علشان برضو اخد لكم لقطة كده علشان تعرفوا تقيم الحمامات نظيفة ولا مش نظيفة. لقيت الحمام من جوه فيه تكسير، والواضح ان هو مش شغال اصلا، فما نفعش ان انا ادخل فيه واصور وكده. بس انا معلوماتي انا عن حمامات جمصة في السنين الماضية، الحمامات كانت لا تسر عدو ولا تسر حبيب، ووحشة وحشة فوق ما تتخيلوا. اتمنى السنه دي تكون كويسه، ويا ريت لو حد جرب ان هو دخل حمام من اللي على الكورنيش يكتب لي في التعليقات يقول لي الحمامات نظيفه او مش نظيفه. يعني كانت حالتها صعبه جدا لدرجه ما كانش فيها نور، متخيلين؟ الناس كان بتدخل الحمام في الضلمه. انا كان بنتي عايزه تدخل الحمام، فجيت ادخلها الحمام اصلا شكله وحش ومضلم، فخدتها ومشيت وما دخلتش الحمام. رحت وديتها حمام تاني في قهوه، وكان اسود وادل والله يا جماعه والله. المهم بقى مشينا كده برضو قاعدين بنصوروا لكم هنا الشاليهات او العشش زي هما ما بيقولوا عليها، هما هنا بيقولوا عشه، يعني السكن الشقه دي هما بيقولوا عليها عشه، هما نظامهم كده بتوع جمصه وبتوع بلطيم يقول لك، وفي راس البر برضو يقولوا عليها عشه. هي المفروض اسمه مثلا شاليه او شقه، هما بيقولوا عليها عشه. فانا لما اقول لكم عشه اعرفوا انا بتكلم على ايه، عن الشقه يعني. مشينا بقى كده خلاص، المغرب قرب يدخل علينا، يلا بينا بقى نقول لكم على سعر الايجار اليومي ايه، علشان زمان كنت اتخنقتوا مني. بس انا عايزه بس اوريكم الاول، شفتوا اسم شرطه جمصه جميل ازاي، تحفه ازاي، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. جبته برده معانا في التصوير لان انا فعلا معجبه بشكله قوي، شبه اللي عندنا في اسكندريه بالظبط، عندنا نفس الستايل كده ولونه ازرق برده. نيجي بقى لاهم حاجه في الفيديو وهو سعر الايجار اليومي. بصوا يا جماعه، الايجار اليومين دول عشان خاطر هو رخيص، طبعا احنا قبل العيد دلوقتي والاجواء بسيطه، اجواء الناس يعني الناس بسيطه في المصيف بتاع جمصه، فالشقق كتير فالاسعار رخيصه. فالسعر بيبدا معانا من 200 جنيه و300 جنيه و500 جنيه و600 جنيه. يعني الاسعار اللي انا لاحظته بقى في الاسعار ان جمصه زي مصيف بلطيم في الاسعار، يعني وانا بسمع من الراجل كده لقيت الكلام هنا يعتبر زي هنا من ناحيه سعر الايجار وكده. هتقولوا لي ايه الفرق بين 500 و600؟ هقول لكم طبعا ال 500 و600 دول على البحر تمام، وال 200 وال 300 دول الشقق اللي بعيده عن البحر بقى خالص، وحسب الشقه بقى ونظافتها ومساحتها وحسب العفش اللي موجود في الشقه نفسه. ده الايجار دلوقتي اليومين دول. في العيد بقى، اليومين دول اللي احنا دلوقتي بتاريخ انا قلت لكم في اول الفيديو 9/6/2024، في العيد بقى لا الايجارات بقى بتعدي بقى. في العيد بقى يا جماعه الايجارات على البحر ب1000 و1000 ونص تمام، والمكيف طبعا بيبقى اغلى شويه تمام، يعني لو الشقه فيها تكييف بتبقى اغلى، وبيختلف طبعا من صاحب شقه لشقه تانية، من سمسار لسمسار تاني. بس هي دي بتبقى الاسعار يعني بتاعه المصايف اللي هو مصيف بلطيم وجمصه وكده.
مش هنتكلم بقى عن قاره مارينا دلتا، لان مارينا دلتا طبعا فيها بسينات ونظام تاني خالص طبعا، يعني مختلف، الاسعار فيها اعلى بكتير من هنا طبعا. رحنا هنا بقى الشارع ده بقى، احنا سألنا كذا حد على اسمه ايه، بصوا كذا حد، يعني ممكن نكون سألنا 4، كل واحد بيقول اسم، واحد يقول لنا شارع فلسطين، وواحد يقول لنا شارع الموقف، واحد يقول لنا مش عارفه شارع مجلس المدينه، ومش عارفه شارع، لا مش المهم يعني كل واحد بيقول شارع، لا مش ده شارع مجلس المدينه كان ورا. فالمهم اللي انا اقتنعت بيه انا ان ده ممكن يكون منطقه فلسطين بقى، تمام، زي ما انتم شايفين الاجواء فيها كده، زي ما انتم شايفين بحالها بقى، محلات بقى كلها كده محلات. عايزه اتكلم بقى معاكم عن الاسعار اللي بالنسبه لايه، بالنسبه للايس كريم، بالنسبه للخضار، بالنسبه للحاجات اللي احنا بتبقى في طريقنا كده واحنا ماشيين، تمام، وبالنسبه برضو للملابس والحاجات ديت برضو. يعني انا مثلا اشتريت ايس كريم من المكان اللي بينزل ايس كريم بالفانيليا، ايس كريم بالشوكولاته، بالاتنين على بعض، بالمانجا، الحاجات دي. فالايس كريم بتبدا من 10 جنيه، 10 و15، والسعر التالت كان و10 و15 و20، تمام، وطعمها زي العسل وجميله جدا جدا، وام 10 جنيه على فكره، انا جبت بام 10 جنيه والله العظيم ما شاء الله، يعني كبيره وحلوه جدا، وطعمها حلوه جدا طبعا. هو طبعا الفرق في الحجم، مش في الطعم هو. ف المهم يعني بالنسبه كده الايس كريم. بالنسبه الذره طالع رخيص جدا، كوز الذره ب8 جنيه، عندنا كوز الذره في اسكندريه ب15، صح كده، 10 و15، عندنا كوز الذره في اسكندريه ب10 وب15. هنا في جمصة ب10 جنيه، انا شايفاها برضو رخيص. بالنسبه الخضار برضو انا اشتريت خضار وانا مروحه رايحه مارينا دلتا، يعني انا موجوده في مارينا دلتا دلوقتي، جيت صورت لكم هنا في جمصة، فانا اشتريت خضار من هنا، من محلات الخضار اللي موجوده هنا. الاسعار زي عندنا في اسكندريه، يعني ما فيش، يعني اشتريت البتنجان الكيلو ب15 جنيه، هو عندنا في اسكندريه ب15 جنيه. البطاطس الكيلو عندنا ب20 جنيه، بطاطس هنا برضو ب20 جنيه، تمام. في مناطق تانية الكيلو بيبقى ب25، بس انا بقول لكم على الاسعار اللي انا سالت عليها يعني. فالاسعار عاديه. بالنسبه بقى للعيش والبطاقه بتاعه العيش، سالت واحده، كنت انا بشتري عيش برضو من العيش اللي هو الابيض السياحي ده، فبقول لها هو لو حد جاب بطاقة عيش ممكن يسحب من محافظة تانية. شايفين هنا مثبته لكم صورة الوز، الواضح ان في واحد قاعد هنا في الشارع هنا بيبيع بط ووز وكده يعني. فبقول لها يعني هو في لو حد جاب بطاقة العيش بتاعته من محافظة تانية وحب يسحب عيش، فقالت لي اللي تبع الأهلية بس يسحبوا اليومين دول لغاية لما امتحانات الثانوية العامة تخلص، بعد كده بيفتحوا النظام كله على بعضه. فاهمين الحته دي؟ يعني لغايه لما الثانويه العامه تخلص امتحانات، باي حد يسحب عيش من اي مكان. لكن اليومين اللي احنا فيه لو انت تبع الدقهليه، لان طبعا الجمصه تبع الدقهليه، لو انت تبع الدقهليه تسحب عادي مفيش مشكله. مش هنا كده بقى لقينا الموقف ده بقى لقينا فيه المنصوره، ولقينا فيه شربين، الموقف اللي عدى اللي انتوا شفتوه ده، تمام، ولقينا فيه القاهره، بس ما شفتش يافطه الصراحه مكتوب عليها اسكندريه، مش عارفه موجود ولا انا اللي يعني موجود وانا ما شفتش، ولا مش موجود اصلا. بس انا بقول لكم اليافطه اللي انا شفتها، المنصوره، شربين، القاهره موجودين هنا. فانتوا لو انتوا من اي محافظه تانية ممكن تروحوا الموقف هنا وتسالوا وتشوفوا ايه اللي موجود بالظبط، يعني لو محافظتكم موجوده هنا يعني. طيب ينفع نلف، لازم يكون معانا عربيه خاصه تلف بينا هنا في جمصه هنا؟ والله انا شايفه تكاتك يا جماعه ماشيه، والتكاتك اهي قدامنا اهيت، سبحان الله طلعت لنا بالصدفه كده. فانا شايفه هو بس المدخل من بره بس صعب شويه ان تاخدوه على رجليكم مثلا، هو يفضل عربيه مخصوص. بس لو ما فيش الله المستعان يعني هتعملوا اي توك توك هنا. التوك توك ده شغال، هيفضل شغال معانا الصيف كله ولا الفتره دي بس لغايه العيد ويمنعوه من جمصه زي مصيف بلطيم؟ الله اعلم، ما اعرفش المعلومه دي، لان هم في مصيف بلطيم بيمنعوا التوك توك خالص يدخل. بس هو بيبقى شغال في وقت معين كده، الوقت اللي بيبقى يعني مش مصيف يعني وكده. لكن لما بندخله في معمعة الصيف اللي هو شهر 7 و8 وفي العيد يعني، لا بيمنعوا التكاتك خالص من مصيف بلطيم، والطفطف اللي بيشتغل بالليل. وانا ماشية برضو كده
شفنا برضو واحنا ماشيين هنجيبوها دلوقتي. الطفطف بقى، الطفطف يعتبر خلاص هنجيبه عليه، لان الطفاطف بتشتغل طول ما احنا ماشيين في النهار، مفيش اي طفاطف خالص شغاله. لكن اول المغرب ما جه شفت الطفاطف واقفه ورا بعضها. عايزه بس اقول له كمان على سعر الايه، سعر العجل. النص ساعه عجل ب25 جنيه، والنص ساعه بيتش باجي ب150 جنيه. ده احنا سالنا واحد قال لنا نفس الاسعار كده، واكيد اكيد بيختلف من واحد لواحد، بس ما بيزيدش كتير يعني قوي، يعني يقل شويه يطلع شويه، بس بيبقى شويه صغيرين يعني. بس هم في الرينج ده كده. تمام كده. الجولة بتاعتنا خلصت. يا رب اكون وفيت وكفيت معاكم بجولتي، وتكون الجولة عجبتكم، تكونوا استفدتوا منها حاجة. لو لسه ما حطيتوش اللايك حطونا اللايك، اشتركوا في القناة. لو شجعتوني باللايكات والتعليقات انا ممكن اروح لكم مرة تانية وتالتة ورابعة حسب اللايكات والتعليقات. كده الفيديو خلص. يا رب تكون جولتي عجبتكم. كل عام وحضراتكم بخير. اشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.